ما في أعشار ونسيت. الأرصاد الجوية في السعودية أصدقائي تطلق عدة تحذيرات وتنبيهات باللون الأحمر من هبوب عواصف خطيرة وأمطار رعدية غزيرة على مناطق متفرقة ومختلفة من المملكة العربية السعودية، من ضمنها مرتفعات مكة المكرمة. فقد تسببت هذه العاصفة المطرية الكبيرة جدا في أجزاء مختلفة من المملكة، تسببت بإغلاق للطرقات وتضرر للمنازل، وأيضا غرق بعض الجسور، لا سيما في منطقة الباحة وخميس مشيط وسرات عبيدة وحتى مناطق في جازان. لا إله إلا الله، ما شاء الله تبارك الله. أسفل عقبة الهدى نعمان، ما شاء الله تبارك الله، طول غزير. اللهم زد وبارك، ما شاء الله تبارك الله. تصوير اخوكم عبد الرحمن الهدى. ما ادري فيها حد ولا لا؟ ها؟ ما شاء الله تبارك الله. هذه شرائع الهدى الان اليوم الخميس 26/1/1000. وقد تضرر عدد كبير من المنازل وحتى المحال التجارية بسبب هذه السيول وتساقط حبات البرد بشكل كثيف في مناطق عسير وجازان والباحة. تبارك الله، تصوير أحمد الحافظ. سيارة وادي كله سيارات. يا رب يستر عليهم، يا رب الله يستر عليهم، الله يستر عليهم. وشهدت مناطق الباحة ونجران وجازان وعسير وأحد المسارحة والسرات عبيدة شهدت منذ يوم البارحة وحتى اللحظة هذه أمطارا رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول، وكانت مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد. وقد امتدت هذه الأجواء الماطرة والفعالية حتى مرتفعات مكة المكرمة وأيضا المدينة المنورة والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية. ما شاء الله تبارك الله. طريق عقبة المحمدية اليوم الخميس 27 من شهر الله المحرم. وفي منطقة الباحة أدت هذه الأمطار إلى شبه شلل في بعض الطرقات بقطاع السراء والتهامة، وتوقف بعض الطرقات أيضا بسبب اجتياح السيول لمناطق تقع في الباحة وأيضا سرات عبيدة وخميس مشيط. الله تبارك الله. تصوير اخوكم عبد الرحمن الهدى، يتقبل تحياتي. ستة وأربعين. ما شاء الله تبارك الله، مطرنا بفضل الله ورحمته.
اللهم اجعل امطار خير وبركه يا رب. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. لا اله الا الله. كمية سيول قوية الآن القمري التابعة لمحافظة ضمد، ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلها أمطار خير وبركة يا رب. أحبتي، إلى هنا نصل معكم إلى نهاية هذا الفيديو. في الختام نسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه، وأن يبعد عنا وعنكم كل مكروه، وأن لا يتوفانا إلا وهو راض عنا. كان معكم أخوكم محمود، تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.